مطعم بقالي من ساعة ما فتح هو بيبحث عن التميز، ومن ضمن التميز اللي عمله مطعم بقالي انه دخل لقمة اضافي مع اللقمة الفينو اللي هي العيش البلدي ابو رده زي بتاع القاهرة او بيقولوا عليه ماوي ايا كان اسمه. دلوقتي مطعم بقالي قرر يتميز اكتر وينزل لقمة ثالثة وهيسميها بقولة. تتوقع تكون ايه؟ هنسأل الناس اللي بتجيلنا ويلا بينا نعرف رأيهم. اولا بنشكر الرجاله الجميله دي ان جات لنا من حد طنطا المطعم بقالي. مطعم بقالي بيشكركم جدا، نفر وواحد. بس عايزين نسالكم سؤال. مطعم بقالي حب يتميز فقدم لقمه مختلفه غير الفينو اللي هو العيش البلدي ابو رده زي بتاع القاهره. تفتكروا لو مطعم بقالي قرر ينزل لقمه ثالثه ويسميها بقوله ممكن تكون ايه؟ شامي. عيش ايه؟ شامي. هذا الراجل ده بيقول عيش شامي. وانت كمان عيش شامي؟ تفتكر ان احنا هننزل عيش شامي؟ شامي. شامي برضو؟ طيب انا عايزكم تتابعوا الصفحه عندنا عشان كلها 4 ايام والسر بتاعنا هيتعرف.